أسعد الله صباحكم مرة ثانية. اللي بنشوفه والله ما ينسكت عنه. يا وزير الصحة بحجر الله، اعمل لفتة خفيفة. يا حكومة البناء والمعرف ايش والبطيخ هذا، يا جماعة ما يصبرش. يعني طفلة 7 سنوات عندها خلع ولادي، خلع ولادي أجا من الله، خلقت بهذا الخلع الولادي، أتت إلى الحياة ليس لها أي يد فيه ولا لأهلها أي يد. ولادي جاء وليس له أي أسباب واضحة. تشي تعيش حياتها، تشي تلعب، تشي تجري من غير ألم. قالوا لها عملية، أوكي عملية. أبوها راح المستشفى ايش؟ أيوة مستشفى حكومي. بكم قالوا لك الجهة الواحدة؟ ب1,000,000. يعني الجهتين ب2 مليون. فين يروح المواطن هذا؟ فين يروح وهو بيشوف بنته أمامه بتتعذب من الألم؟ ب1,000,000. والله والذي نفسي بيده يا علي شيبان إن احنا كنا بنشتغلها ب320,000 ريال الجهة الواحدة، أقسم بالله العظيم. والآن في الحكومة ب1,000,000. إذا في الخاص بكم؟ ب1,500,000. يا جماعة ما يجوز، والله ما يجوز اللي بيحدث، والله ما يجوز أبدا. الأول يشتينها بالناس في قيمة جهاز ب100,000 500,000، وحق يده هذا الحرامي 700,000، وهي ما تكلفش 300-400,000 من غير حق المستشفى. والثاني في مستشفيات حكومية والجهة الواحدة ب1,000,000. واللي بيشتغلهن صح، وأفضل واحد هو عبد الله نصار، أستاذ الكل في هذا الشيء، وخاصة الخلع اللي بعمر فوق ال5 سنوات. عاد اللي عاد عمرهم سنة وشوية عاد ممكن الواحد يشتغلهن. بس يعني والله ما يجوز. اتقوا الله، اتقوا الله. لقد بلغ السيل الزباء في الجانب الصحي، وقد الناس باغرين والله. يعني وزير جالس يلوي لي، يحضر لي حفل تدشين تغيير أقسام الشرطة في وزارة الداخلية، ما دخله. يحضر امتحانات طلاب دراسات عليا، ما دخله. وعلى ما قالوا الصحفي المتميز عبد الله فيصل قال انه خرج يفتتح خط في عمرها مع وزير النقل، ما دخله. يا دكتور علي شيبان اتقي الله، ما لم قدمت استقالتك. اتقي الله يا رجل، ما يصبرش هكذا، قليل من الرقابة.